طفل عمره 3 شهور ابوه بياخد مخدرات، يقوم ياخده ويديه لعمه ويقول لامه ايه؟ جيبي غيره. جوزي خد ابني باعه لاخوه عشان اخوه ما عندوش صبيان. كده كده والله العظيم رحت في الخمار ده، والله ما قادره اخلع الخمار. نفسي والله نفسي احضر ابني تاني. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم خالد. حلقتنا النهارده من قناتنا الجديده قناه عالم الجريمه، هنناقش فيها قضيه من قضايا الراي العام، قضيه بجد تدمي القلوب، قضيه من الممكن ان انت تكون ما سمعتش عنها قبل كده، لان انا شخصيا اول مره في حياتي اشوف يتاخد منها طفلها ويتقال لها حد تاني غيرك هيربيه، وبكل بجاحة وبكل غرور انت مالكيش حق فيه واحنا هنكتبه باسمنا. استغاثت بعد ربنا سبحانه وتعالى بالاعلامية منى عراقي، وكانت دي قصتها اللي احنا هنسمعها مع بعض. اللي حصل تالت يوم العيد، رحت اقضي العيد مع اخواته ومعاه، اتناقشنا مناقشه عاديه، خد الواد ومشي ادى لاخوه. خلاص قال لي مش هتشوفي الواد تاني. طب حرام عليك، الواد بيرضع وكده، لا مش هتشوفيه تاني. خلاص انا خدت الواد. هو خلاص خد الواد وادى لاخوه اللي معاه قرشين زياده، فتقريبا بيديله عشان يشرب بقى ولا بيتنقل على عينه، فعادي يعني مش مشكله نديله الواد يربيه. ليه؟ اخوه ده تقريبا ما بيخلفش الا بنات، يعني عنده بنات ما بيخلفش صبيان، فخد الولد بقى خلاص عشان يربيه. فعادي جدا انت كأم تنازلي عنده، يعني ايه المشكله يعني؟ اسمعوا بقى بيقول لها ايه. الكلام ده ما كانش عنده له غيره، ما كانش له تمهيد من قبل كده. كان في بقى البطاقه الصحيه اتسرقت، شهاده الميلاد بتاع الواد اتسرقت. كل ما يتكلم احنا الواد ده مش هنديه لمصطفى، الواد ده لمصطفى. مصطفى لو شاف رحيم هياخده مش هيسيبه. تحس ان هو بيتكلم عن كوتشي، مش عن بني ادم، مش عن حته منها. احنا هنديه لمصطفى خلاص مش مشكله، يعني عادي بقى مصطفى يربيه، انت عادي هاتي غيره، انت هاتي غيره، يعني ما انت لسه شغاله، يعني ايه المشكله؟ هاتي غيره وسيبي ده عادي يعني. طبعا انا كنت افتكر ان مثلا عشان الواد دمه خفيف، الواد بيضحك، طفل بقى، اي حد يحب الطفل. مش في بالي ان هو وعنده قد ايه؟ 3 شهور ونص. لسه ما اتطعمش، اتعمل 4 شهور. وبعدين بس طبعا خده، محدش حابب يجيبه. يعني ايه ما حدش حابب يرجعه؟ هو طمعان بقى في حق غيره، حتى قلت له كده قال لي ايوه انا طمعان كده، واتذلت عليهم، محدش حابب يجيبه. بجاحه. لا انتوا لما تسمعوا العم دلوقتي والله العظيم بجاحه متناهيه، بيتكلم باسلوب غريب، اسلوب اكننا عايشين في عصر ما قبل التاريخ. عم الطفل طلب يقابلني، بس انا لقيت ان الافضل نتكلم في التليفون والمكالمه تكون متسجله. استاذ مصطفى، الولد عند مين؟ الولد عندي. ايه المشكله عندكم عندي كده؟ مفيش مشكله يا باشا والله، احنا ما عندناش اي مشكله حضرتك، المشكله فيك انت، في نفسيتك انت بصراحه، يعني المشكله جوه حضرتك، مش احنا كبني ادمين. المشكله عندنا اللي احنا بنشوفه ده، يعني انا كبني ادم المشكله عندي ان انا اشوف واحد بيجح زيك واخد طفل خطفه من امه وبيربيه غصب عنها وبيقول ايه المشكله عندكم، يعني هي دي مشكلتنا احنا بس والله. مش عارفه انا من غير والله العظيم، وكل ما اسال حد يقول لنا طمنا على الواد، مش عايزين يطمنونا عليه. امه عايزه ابنها، في مشكله؟ وهو مع ابوه، ايه المشكله برضه؟ ما يكون حتى مع عمه يبقى مع مين؟ يعني ايه اللي معاك؟ 24 دقيقه يا ايه؟ انا عمه ليا في 24 دقيقه. ايوه صح، في 24 ضلع. طب والاب والام ما لهمش فيه حاجه حضرتك؟ يعني حته ضلع كده على جنب. الام دي اللي حملت 9 شهور ديت وطلع عين اهلها في دي وولدت، انت عارف الام الولاده طبعا وكده، يعني ما جربتش انت، انا عارف ملهاش ضلعايه كده زنطاطه كده على جنب. هستأذنك بس يعني ضلع واحد للام، عشان خاطر الناس الحلوه دي، يعني تسلك بيه اسنانها بس، يعني مش اكتر والله. ولا انت تاخد 24 لوحدك؟ لوحدك صح؟
24 ضلع؟ اه انهي فيهم؟ أوه. انهي 24 ضلع في جسمه دول؟ انا مش خاله، انا عمه. ايوه انا اول مره اعرف ان العم له 24 ضلع، انهي 24 ضلع؟ في انهي حته في الجسم؟ انا كان عمه، انا اولى بيه، العم ولا الخال اولى؟ هو هو الام بصراحه اللي اولى، يعني هو لا العم ولا الخال بصراحه. هو الام والاب، بما ان الاب متنال على عينه ب 60 نيله وبيشرب بلا ازرق، فالام حضرتك اللي اولى بيه. والله العظيم بجد انت جديده، ها؟ المعلومه اللي بقولها لك دي جديده؟ لا الام حضرتك هي اللي اولى بابنها والله. هي الام ماتت؟ ده مش موضوعي. جوزك ايه؟ موقفه ايه؟ جوزي شايف ان ده اخوك كبير، طب ما تسيبه له، طب ما يجيب عيل تاني، طب ما تسيبك من الواد، ما تسالش عن الواد. طب ابني والله بيحسسني انه بيديله الكوتشي بتاعه، يعني سيبوه له واحنا نجيب عيل تاني. هو في ناس كده في الدنيا يا جدعان؟ والله العظيم انا مش متخيل في بني ادمين كده، بس هقول المخدرات تعمل اكتر من كده. انا ما بنامش، واخده لبسه في حضني وعماله اشم كل شويه لبسه. يقول لي عادي سيبي لي اخويا، ما اخويا اصل مش هعمل له حاجه. تروحي بقى ربي عيالك التانيين او جوزي وخلفي تاني، ما تجيبي لنا عيل تاني. كاني قطه بخلف وارمي. والله القطه ما بتخلف وترمي، يعني والله العظيم القطه مش بتخلف وترمي، فما نظلمش القطط. استاذ مصطفى عيل عنده 4 شهور تسيبيه لحد النهارده من غير طهاره، تبقي مره مش كويسه. انت مال اهلك يا عم، انت مال اهلك يا عم، هي امه يعني هتخليها يغلط فيك ليه بس؟ وايه اللي ادب يا اخي؟ انت مالك؟ تسيبه ما تسيبوش، انت مالك؟ ده انت حرامي وبجح. عنده 4 شهور سايبه انت من غير رضاعه. الطفل عايش وبياكل وبيشرب. بناكل اندومي، بناكله فول، بنعصر الفول في مصفى وبنشربه في الببرونه. اندومي الطفل عنده 3 شهور وقال لك فول متصفي في ببرونه. حضرتك بترضعه رضاعه طبيعيه؟ لا انا ما برضاوش ضرر طبيعيه، بتجيب له انضف لبن الغالي ده ب 350 جنيه، وجايبين له زناديل انديل، مناديل معطره. وانت مفكر ان ده هيغني الولد عن حضن امه؟ يعني انت متصور ان الولد ده عايش في الحياه او ربنا خلقه كده عشان ياكل ويشرب وبس؟ الولد ده ليه ام ومحتاج حضن امه ومحتاج حنان امه. اللبن اللي بينزل من الام ده ما بينزلش لبن كده عشان يغذيه بس، ده بينزل دم في جسمه كله، بينزل حب وحنان في جسمه كله من امه ليه. انت يعني مش لاقي لك وصف والله. انا الواد نفسه في حضني، ما هو الواد بيعيط دلوقتي، كل ما الواد يعيط صدري يحن. يا عبدو يا عبدو الواد بيعيط، حرام عليك حس بيا. لا وعبده دريان بيك يا حاج، عبده مديها، عبده دريان بيكي. هو الواد مع ابوه، ما هو زيي، حرام عليك، ما هو مش زيك، ما هو حضني انا برضه، حضن اللي يكبر ويربيه. لا سيبوه له. لما ياخد الابن ويروح يديه لعمه يقول له خد ربيه، يبقى خلاص كده الموضوع منتهي. الله اكبر، الموضوع خلاص، الباشا حل مكان النائب العام يا جماعه، خلاص هو كده خلاص خد كده منصب النائب العام، الموضوع منتهي. الاستاذ مصطفى قال لكم طالما الاب، عشان بس ده يبقى في القانون، الناس بتوع التشريع بمجلس الشعب لو سمحتوا يا جماعه، مفيش قلم هنا يا جماعه عشان بس نسجل النقطه دي، نسجلها كده وخلاص اهو، بنسجل النقطه اهو يا جماعه. ده قانون هيبقى قانون جديد في مجلس الشعب بعد اذنكم عشان تاخدوا بالكم. الاستاذ مصطفى بيقول لكم طالما الاب خد الابن واداه للعم يبقى خلاص مفيش مشكله، الام بقى تخبط نفسها دماغها في الحيطه، انتهى الموضوع. ده القانون الجديد عشان الاستاذ مصطفى يعني. لا شكرا يا باشا، والله العظيم احنا مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه. تقول لي هسيبك تموتي، اخوي يقول لي مش هخليك تشمي ريحك تموتي، انا عايزك تموتي. انا بفرح لما بتتصلي بيا وتعملي كده. طب حرام عليك، حرام عليك، انا اهو تحس بيا. لا انا اوريك بقى هو عايش ازاي. يعني مهما جبت له مفيش حاجه تغني عن حضن امه وصدر امه ولبن امه وحب امه. وبينام في حضن مرات عمه، خدت بالك؟ يا اخي كتك 60 عليك وعلى مرات عمه. انت مالك يا اخويا؟ فرح بينام في حضن مرات عمه وامه دي ايه؟ وبعدين انا عايز اعرف يا مراتك دي ايه يعني؟ هي كمان يعني انا ما اعرفش هي راضيه عن الكلام ده ولا لا بصراحه، بس ممكن انت غاصبها. بس هل في بني ادمه بتحس بتحس وعندها دم وعندها كرامه وعندها ذره من الدين تقبل ان هي تاخد طفل في حضنها وحرمه امه منه؟ يعني هو ده في انهي شرع ولا في انهي يعني؟ انا بينام في حضن مرات عمه وامه ايه يا بابا؟ مش عارف.
الايتام بيعيشوا وبيكبروا. الايتام. بس كده. طب ما تقولي لنفسك بقى الكلام ده. انت يتمتوا؟ الشرع. ايه يا بابا بس امه عايشه، انت يتمتوا ليه وامه عايشه؟ قولي لنفسك الكلام ده. الايتام بيعيشوا بس دول مش ده مش يتيم، امه عايشه يا حبيبي. حبيبي ايه؟ حبك بورس. عقاري بكره، جوزك عنده اجازه بكره، وهاخده ونروح انا وهو الشهر العقاري، اعمل لك شهاده وفاه وهعمل لابوه شهاده وفاه وهكتبه باسمي. قال لي خلاص ده بقى في حيازتي. واحنا قلنا بقى مصطفى دلوقتي يا جماعه عشان بس نبقى متفقين، مصطفى خد مكان النائب العام، السيد النائب العام، والقرارات اللي بيصدرها ما فيهاش رجعه، خلاص هو القرار قرار. هيغير شهادات الميلاد ويعمل له ويعمل لها شهاده وفاه ويعمل لابوه شهاده وفاه، فده كده ما بقاش النائب العام، ده كده بقى مكان حد تاني مش هنقول اسم، اللهم اجعل خفيف علينا يا رب. هنتكلم كده على مستوى جنايه، شهادات وفاه لناس عايشه ازاي؟ ده مصطفى حتى لو هو مش مسامحني مش موضوعي. مش هيسامحك عادي. انا برضه هحكي له حكايته. وهيكرهك. والله برضه هحكي له حكايته. ايوه احكي له، قول له انا خطفتك من ماما وكنت بنيمك في حضن مرات عمو، وحرمتك من امك وحنان امك وصدر امك ولبن امك وكل حاجه كانت بتعملها لك امك، وذكرياتك مع امك، كل حاجه حلوه حرمتك منها من امك. مسامحني يا حبيبي؟ عارف ساعتها هيعمل فيك ايه؟ انا عايزك فاكر زمان كنا بنلبس جزم اسمها موريتان. كان اسمها موريتان، كان اسمها موريتان، جزمه موريتان. الجزمه دي كان الكعب بتاعها تحس ان هو هو كان حاجه كده بين البلاستيك وبين الحديد وبين الخشب، ما تفهمناش يعني. المهم كانت جزمه ممكن تقعد معاك من اولى ابتدائي لغايه ثانوي زي ما تسالنيش، هو كده هتنها معاك. فانا عايزك كنت بتحكي له القصه دي تكون ملبسه بقى جزمه من دي، واخد بالك؟ دي اقوى من البياده بتاعت الجيش، الكعب بتاعها حلو كده عشان ينزل بيها على دماغك يقورها لك. ده فرحان بنفسه قوي ان انا هحكي له حكايته، زي ما يكون الواد بيعمل فيه جميله بصراحه ان هو بيحرمه من امه. امي لو ماتت الاب مش هيعرف يربي الرضيع. ما ماتتش، عايشه وعايزه ابنها. وانا مش هديها لها برضه عشان هو امانه عندي. انا مستحيل حاجه تيجي امانه. يا ابني هو كوتشي امانه عندك ايه؟ يخرب بيتك انت واخوك، انتوا عيله ايه؟ تلالي. هو كوتشي يا بابا؟ امانه عندك ايه؟ هو كوتشي يا حبيبي؟ ده بني ادم يا بابا، لحم ودم. امانه عندي؟ الله نهار اسود. طب انت على جوزك ده؟ ايوه بيشرب حاجه اسمها بودر وبيشرب حشيش. ادي سبب المشكله، المصيب السوء، بودر، بيشرب بودر. البودر ده الحشيش هنعدي، مخدرات طبعا بس ما بيوصلش المرحله دي، لكن البودر ده بقى، والبودر ده اللي هو الايس تقريبا على ما اعتقد، والبودره والحاجات التانية دي بتضيع البني ادم. المخدرات اول طريق الضياع، او هي تضيع نفسه خلاص طالما رجلك جت فيها للاسف الشديد. قاسم عبد الرحمن بسبب الشرب اللي هو بيشربه ده. ماشي. يجي في اليوم كده شويه ان ما ادتلوش فلوس ضرب وكسر وتهزيق وقله ادب، ولازم ياخد فلوس ولازم يجيب ولازم يشرب، وادته مصحه وعالجته وقعدته في البيت عشان يعني يتعالج وكده. قعد 4 ايام بس واخد العلاج. وبعد كده ياخد العلاج، بدل ما يحط العلاج فوق يرميه كده من وراه ويقول انا تعبان وهنام، اسيبه نايم الاقيه فجاه نزل جري وجاب وشرب تاني. محدش منهم وقف معايا، رحت لاخواته كلهم. في الغالب اللي بيشرب الانواع دي زي ما قلنا ما بيتعالجش في الغالب، يعني في نسبه بسيطه جدا بتتعالج وما بترجعش، لكن الغالب حتى اللي بيتعالج بيرجع تاني للاسف الشديد، للاسف الشديد. يا جماعه اقفوا معايا ساعدوني، انا بعالجه لله عشان نبقى كويس، عايزين نبني اسره كويسه. مفيش. هو مصر يشرب. ايوه مصر، وهم برضه قالوا لي ان هم عالجوه كذا مره. بس هو مفيش نتيجه معايا. بس انا دلوقتي اهم حاجه عندي الولد ابني وبس، مش عايزه حاجه تاني والله العظيم. خليها بقى كده تعمل بقى، شوف هي عايزه تعمل ايه، بس انا مالي، انا ما يخصنيش، عندها القضاء بقى، عندها العفاريت. طبعا احنا لسه متفقين ان انت في مكان النائب العام او اعلى بقى شويه، طلعنا فوق فوق هناك هناك عند ناس كده. فطبعا ما بيهموش تروح للبلد الازرق، تروح للعفريت، تروح، هو مش همه يا جماعه، هو عامل فيها ال7 رجاله، بس شوفوه دلوقتي بعد شويه لما يبقى عامل كتكوت مبلول. انا مش فارقه معايا القصص دي كلها. انت
ترضى حد ياخد ابنك من حضنك؟ ترضاها؟ توافق عليها؟ لا ما بدهاش. ما ترضاش؟ انت سايكوباتي بقى يالا. يعني مش راضي على نفسك ان حد ياخد عيل من عيالك، لكن عادي انت تاخد عيال الناس وتعذب ام وتبقر ام وتبيتها الليالي دمعتها على خدها وقلبها حزين على ابنها، وانت عادي عندك خالص. انت مش بني ادم على فكره، يعني والله ما بني ادم. مفيش يعني حتى البني ادم لو ارتكب خطأ بيكون عنده وعظ من ضمير كده بينغزه كل شويه كده، لكن بتقول لك ترضى نفسك، لا ما ترضاش وانت بتعمل كده فيها. سايكوباتي والله. طب بتعمل كده ليه فيها؟ انت مكانها وعملت اللي بيتعمل دلوقتي ده هاخده منك. حقك كسر حقك. لا بص، لا لو انت مكانها وعملت اللي بتعمله ده هاخده منك. طبعا يعني انت برضه غلطانه يا جماعه. يعني خد منها ابنها وحرمها منه وحرم الواد من صدر امه وهي طالعه تشتكي. يعني هو ده اسمه كلام برضه يا ماما؟ يعني ليه بتشتكي يا حبيبتي؟ ليه يا ماما؟ ما تقعدي ساكته كده لما تموتي بحسرتك. يعني ليه تطلعي تشتكي وتقولي يا الحقوني يا ناس غيتوني ده ممكن يقول لك ما تدعيش ربنا واعتدي عليا. يعني بقى هي بصراحه في الحته دي غلطان، المفروض ما تشتكيش. يعني ليه يعني؟ عادي، هي خد منك عيل خلي غيره. مش جوزي قال لك كده يا ماما؟ خد عيل نخلف غيره بس، موضوع بسيط. ما بنام والله العظيم، والمصحف اللي يجي عليا ما بنام والله العظيم. رحت في الخمار ده والله ما داخله على الخمار، نفسي احضر ابني تاني، مش عارفه اعيش من غيره والله العظيم. ان شاء الله هيرجع تاني، ان شاء الله هيرجع. والله العظيم انا ما عارفه انا من غيره، والله العظيم رحت في كل مكان. يعني انت لو بني ادم عندك ذره احساس وتشوف الام دي كده هتحس، لكن انا من اللي انا شايفه انت مش بني ادم. والله انا عندي كلام كتير عايز اقوله بس مش عاوز عشان المتابعين المحترمين، والله مش اكتر يعني. تاني يقول لك هو عند عمه، الواد عند عمه مش عند واحد مأجره، الواد عند عمه. ماشي. المشكله دي ولا مشكلة ايه يا جدع؟ مفيش حاجة يا جدع. تاخد عيل من عيالي؟ اجيب لك حد من العيال ابعته لك عادي، يعني انت زي عمه برضه عادي مفيش مشكلة. طالما عند عمه خلاص مفيش اي مشاكل، احنا عندناش مشكلة والله. الواد عند عمه، ايه المشكلة؟ المشكلة ان هو مش شايف ان في مشكلة. والله يا اخ مصطفى، هي المشكلة ان انت مش شايف ان في مشكلة. يعني واخد بالك انت؟ مش عارفه تفهم دي ولا لا؟ يعني هتعرف تفهمها. المشكله ان انت مش فاهم ان في مشكله بسيطه، حلها بقى. المشكله قانونيه. خلاص قانون عندها بقى. انت اسمك ايه؟ انا اسمي سعد سلمى حمد. يعني خبطت دماغ في الحيط. التواصل مع المجلس القومي للمرأة. ماشي. حقوق الطفل تعرف تجيب لي حقي ان شاء الله. اكيد كلهم هيحسوا بيا. هنبعت لهم دلوقتي. يا رب نقفل معاكي ونبعت لهم. ابعتي يا ريت والله. وان شاء الله نعرف نحل. تواصلت مع الاستاذه ايه؟ هي هنا الاستاذه منى عراقي اتواصلت مع المجلس القومي للامومه والطفوله والحقوق الطفل، وهيعملوا برضو الدور اللي عليهم بصراحه يعني. قررت ترجع الواد لابوه. انا قررت ارجع الواد لابويا لامه. بعد ما اتصلوا بيه وقالوا له على موقفه القانوني اللي زي الزفت، عمل فيها كتكوت مبلول. بس للأسف الشديد هو واخوه عملوا تمثيلية حقيرة على الأستاذة منى عراقي وعلى المجلس القومي للأمومة والطفولة. وتعالوا نشوف التمثيلية الحقيرة اللي عملوها. انها مش هتسيب الموضوع، وفعلا في اقل من 24 ساعة المجلس اتحرك. ما جاش ابوه خده وامه هتيجي تاخده، بس طالما هو مش جدير بيه. انا متشكرة جدا. عبده خلى العم يغير قراره ويخليه يرجع الولد تاني. في عين العقل انت اخرك وكلم العم. يا رب يجعلكم سبب يا رب. تدخلهم انا يابا ابنك في ايدك اهو، ما يخصنيش. يمشي بقى بيه، تروح بيه تيجي. انا يابا مش موضوعي يا جدعان. ابوه خده اهو. استنى يابا ما تمشيش. ابوه خده وماشي بره عني. هو مع ابوه، اللي عايز حاجه يسال ابوه. اللي عايز حاجه يسالنا. انا ابني معايا يا جدعان، اللي يعرف ياخده مني يجي ياخده مني. طبعا دي تمثيلية حقيرة زي ما قلنا.
قدام الكاميرات. انا كنت اتمنى من الاستاذه منى عراقي ان هي القضيه دي على فكره اتعرضت من اسبوعين، كنت اتمنى من الاستاذه منى عراقي ويعني ان هي تتابع مع الام وتشوف فعلا الولد رجع لها ولا لا، لان التمثيليه الحقيره اللي تمت قدامنا دي الاب خد الولد وبعد كده راح اداه لعمه تاني، يعني ممكن ما مشيش من المكان يعني واداه للراجل تاني. الست هتعمل ايه؟ هتقعد تلف على الدنيا كلها تاني وهتعمل نفس الحوار ده تاني ويعملوا نفس التمثيليه دي تاني. اساسا الست دي من حقها قانونا ان هي تتطلق وتبقى حاضنه لاطفالها، او حتى لو عايشه في بيتها واولادها معاها قانونا. مفيش حاجه اسمها الاب ياخد الابن يروح يديه لاي حد، خاصه لما يكون الاب ده مدمن مخدرات غير امين على اولاده. فانا هشوف هتواصل والله، هحاول اتواصل مع الاستاذه منى عراقي، وانا فعلا تواصلت معاها على صفحتها على الفيسبوك، واحاول لو ردت عليا ان شاء الله هنشوف القصه فيها ايه، لان بجد لو الام دي الولد عملوا نفس القصه ان هم التمثيليه الحقيره دي، احنا هنشوف لها باذنك يا رب محامي كويس يقف معاها، لان هي بابسط بسهوله جدا هتتطلق من الراجل ده بكل بساطه يعني، لان هو مش نافعها في اي حاجه، هو بيشرب مخدرات ولا بيشتغل ولا بينقل اي حاجه يعني، قلته يعني وجوده زي عدمه. فهي ان شاء الله لو هم عملوا معاها كده يبقى هي افضل حاجه ليها ان هي تتطلق، وهي بقى اولادها يرجعوا في حضنها وتربيهم براحتها، ولا عم ولا خال، طالما الام عايشه طالما الاب عايش هم اللي يربوا عيالهم. ويمكن عرضنا قصص كتير عن ظلم الامهات للاباء في موضوع قضايا الاسره، والامهات اللي بتحرض اطفالها على ابائهم. هنا بقى الموضوع العكس، اب للاسف الشديد مدمر اسرته وعاوز يدمر زوجته وحارم زوجته من اطفالها. علشان كده احنا واقفين جنب الزوجه دي باذن الله لغايه برضو ما تاخد حقها، وهنواصل ونحاول نعرف اخر ما توصلت اليه قضيتها. ولو ان شاء الله التمثيليه الحقيره دي اللي اتلعبت دي فعلا كانت تمثيليه، مش هنسيب الست دي باذن الله، وهنحاول بقدر الامكان نتواصل معاها. وعموما دي كانت حلقتنا النهارده، واشكركم على حسن المتابعه، والقاكم على خير، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.